في بداية القصة كانت امرأة تدعى العمة كاتيا جالسة وهي تشعر بالدوار، ثم جاءت امرأة عجوز لمساعدتها، بينما نرى شابا يدعى دانيكا ووالدته غالينا يراقب والده بافل من النافذة يتحدث مع شخص ما حول مشكلة تنمية الغابات. بعد الإفطار ذهبت دانيكا إلى المدرسة، أوصلها والدها لكن دانيكا رفضت الذهاب، ثم اقتربت دانيكا من منزل فرأت امرأة هناك، اتضح أنها العمة كاتيا. ثم شوهد بافل في مكتب المقاطعة، ولكن قبل دخوله رأى رجلا يخرج واتضح أنه مطور يريد أرض بافل الزراعية. تحدث بافل مع رئيس المقاطعة الذي أصر على عدم مساعدة المطورين على الاستيلاء على أرضه الزراعية. مع ذلك كشف رئيس المقاطعة أنه لم يكن يملك القوة لمقاومتهم. كان يأمل أن يتفهم بافل هذا الوضع، ومع ذلك لا يزال بافل متمسكا بمبدأ ألا يبيع أرضه. في هذه الأثناء نرى كاتيا وزوجها اللذين لا يكترثان كثيرا بحياتهما العائلية، لكن دانيكا كانت تراقبهما سرا من الفناء. وبالمثل عندما عادت دانيكا من المدرسة وجدت كاتيا لا تزال مشغولة برعاية زوجها الذي كان يقضي وقتا مع عاداته الحياتية. بعد فترة وجدت دانيكا والدها بافل يدخل منزل كاتيا سرا، وبعد فترة وجيزة طردا بعضهما البعض من منزل كاتيا. هذا جعل دانيكا تشك في وجود علاقة سرية بين والدها وكاتيا، لكن دانيكا بدت مبتسمة لذلك لأنها اعتقدت أن هذه فرصة لها للتقرب من كاتيا. حتى في المنزل عندما كان والده ووالدته يتحدثان بدا وكأنه نسي سر والده ولم يخبر والدته. في اليوم التالي في أثناء مروره بحديقة كاتيا كانت يانغ تطارد دجاجاتها، ثم طلبت من دانيكا مساعدتها. ساعدت دانيكا كاتيا فورا في اصطياد الدجاجة. بعد المدرسة ذهبت دانيكا إلى منزل أرملة لديها العديد من الرجال في القرية. بدا أن دانيكا تريد أن تتعلم من هذه المرأة للتعرف على كاتيا. في تلك الليلة شوهد بافل وهو يوصل كاتيا، ثم في الطريق عبر بافل عن رغبته في الزواج بكاتيا، إلا أن كاتيا رفضت رغبته وأكدت أنها ليست امرأة تحب التدخل في حياة الآخرين العائلية. في اليوم التالي تجرأت دانيكا على المجيء ومساعدة كاتيا التي كانت تزرع في حديقتها، ثم طلبت كاتيا من دانيكا أن تحضر ماء للشرب في المنزل. رأت أن زوج كاتيا ميكولا نائما في سريره، ولكن عندما خرجت دانيكا من المطبخ فوجئت برؤية ميكولا يراقبها. خرج وقدم لكاتيا مشروبا وتقاسما المشروب مبتسمين ببهجة. في اليوم التالي زارت دانيكا كاتيا في منزلها التي كانت تستحم، ثم نصحتها كاتيا بالاستحمام لتنظيف جسدها. تزداد علاقة دانيكا وكاتيا قربا يوما بعد يوم. يمكن رؤية دانيكا وهي تأتي إلى منزل كاتيا دون تردد وتساعدها. بعد بضعة أيام اشتبهت والدة دانيكا غالينا في أن دانيكا كانت تعود إلى المنزل متأخرة مؤخرا. تبعت دانيكا ووجدتها قادمة إلى منزل كاتيا، كأن غالينا لم تصدق ما رأت، ثم وهي تسير إلى المنزل عادت لتؤكد أن دانيكا كانت على علاقة فعلية بكاتيا. ولكن بعد فترة وجيزة وجدت غالينا ميكولا عائدا إلى المنزل. حاولت غالينا مساعدة ميكولا الذي كان يشعر بالدوار نتيجة شربه الكثير من الشراب. أرادت غالينا صرف انتباه ميكولا، لكن ميكولا رفض طلب المساعدة، ثم سقط في الفناء بسبب الدوار الشديد. بعد بضعة أيام جاء بافل إلى كاتيا وشدد على الابتعاد عن دانيكا، حتى أن كاتيا سألت: هل بافل حزين على ذلك؟ يبدو هذا وكأنه اتهام لبافل بمنافسة ابنه. ثم نرى مطور الشركة يأتي ويوبخ رئيس المنطقة، حتى شعر رئيس المنطقة بخيبة أمل كبيرة وصدمت لوحة مكتبه. في مكان آخر تقابل كاتيا دانيكا وتطلب منها إنهاء علاقتهما. على الرغم من أن كاتيا لم تستطع الكذب على مشاعرها، إلا أنها شعرت أن هذا حل ولن يصبح مشكلة كبيرة. في تلك الليلة تجرأت دانيكا على الذهاب إلى منزل كاتيا، ثم عندما رأت كاتيا دانيكا عانقتها بشدة. بعد بضعة أيام كانت دانيكا جالسة قرب النهر. اقتربت منها فتاة تدعى سوفيتا، كانت معجبة بها للغاية. عندما أرادت هذه الفتاة أن تغازل دانيكا رفضت دانيكا وغادرت. ذهبت سوفيتا المحبطة لمقابلة رجل آخر. في هذه الأثناء جاء بافل إلى كاتيا يانغ ليجبرها على حبه. عندما لم تعد كاتيا قادرة على مقاومة رغبات بافل قبلت الأمر برمته أخيرا. بعد فترة وجيزة ذهبت دانيكا إلى منزل كاتيا ووجدتها تبكي. عندما اقترحت دانيكا على كاتيا الزواج فورا وبختها كاتيا وطردتها، لكن دانيكا أدركت أن والدها قد غادر لتوه لأنه نسي قبعته في منزل كاتيا.
ذهبت دانيكا غاضبة لرؤية والدها وتشاجر الاثنان، لكن غالينا فضت الشجار فوراً. بعد فترة وجيزة سأل صديقه بافيل، ظهرت وأخبرته أن مستودع أثاثه يحترق. ذهب بافيل فوراً، لكن لم يعد بالإمكان إنقاذ المبنى لأن الحريق أتى على المبنى الخشبي بالكامل. في اليوم التالي وجدت دانيكا ميكولا يطفو في النهر. ساعدته فوراً وأخذته إلى منزله بينما كانت كاتيا هناك، وأخيراً نشأت بينهما علاقة حب، لكن لم يدم الأمر طويلاً إذ وجدهما ميكولا. كان ميكولا غاضباً جداً وأراد القضاء على كاتيا، لكن دانيكا قضت على ميكولا فوراً فهاجمها من الخلف. طلبت كاتيا من دانيكا المغادرة فوراً وطلبت منها ألا تخبر أحداً، ثم أزالت كاتيا بصمات دانيكا وأعادت بصماتها. بعد فترة وجيزة وصلت الشرطة وأخذت جثة ميكولا، وفي الوقت نفسه ألقت القبض على كاتيا. دانيكا التي كانت تراقب من بعيد شعرت بخيبة أمل كبيرة وبكت على نفسها. في أحد الأيام ازداد حزن دانيكا حتى باتت عاجزة عن العيش بدون كاتيا. ذهبت دانيكا إلى والدتها وأخبرتها أنها قاتلة ميكولا. دهشت والدتها بشدة وكانت تعلم أيضا أن دانيكا على علاقة بكاتيا، لكن غالينا طلبت من دانيكا ألا تخبر أحدا وأن تدع كاتيا تقضي عقوبتها. أملت أن تتفهم دانيكا مشاعر والدتها حتى لا تحزنها. وافقت دانيكا أخيرا على طلب والدتها وذهبت بحجة الذهاب إلى المدرسة. بدا أن غالينا التي كانت في المنزل لم تصدق ما قالته دانيكا. ذهب للاطمئنان على دانيكا في المدرسة لكنه لم يجدها. عندما أخبرها أصدقاؤها أن دانيكا ستذهب إلى المدينة باستخدام حافلة، اتضح أن دانيكا ذهبت إلى مركز الشرطة واعترفت بأنها قاتلة ميكولا. أدركت غالينا ذلك فذهبت فوراً مع بافل للبحث عن دانيكا في المدينة. في هذه الأثناء كانت دانيكا تدلي بأقوالها لمحققي الشرطة، إلا أن الشرطة رفضت أقواله وطلبت من دانيكا المغادرة فوراً، حتى طلب دانيكا لرؤية كاتيا رفض. ثم خصصت دانيكا وقتاً لزيارة سفيتا في المستشفى، مما أدى إلى تعرضها لمعاملة قاسية من قبل عدة رجال. ثم ذهبت دانيكا إلى منزل الرجل الذي ارتكب جريمة سفيتا وانهالت عليه ضرباً حتى الموت. ينتهي الفيلم. شكراً للمشاهدة، إلى اللقاء.